انا اتخضيت، ما بقتش فاهمه هو انا عملت لك ايه. قلت لك في ايه يا ماما؟ قلت لي في ان انا مش طايقه نفسي، وكفايه قوي عليا اللي ابوكي بيعمله فيا، مش هتبقي انت كمان. انا ساعتها ما كنتش بحاول اعمل اي حاجه غير ان احكي يومي. كام مشكله جيت الجا لك فيها يا ماما ما رضيتيش تسمعيني. كام حاجه جيت كنت محتاجه تطبطبي عليا، كنت انت نفسك متعصبه ومش طايقه نفسك. انا عارفه يا ماما ان انت تعبانه وعايزه اللي يطبطب عليكي، بس احنا بقى كاولادك نعمل ايه؟ مع الاسف يا ماما، كل اللي حضرتك بتعمليه مع اختي دلوقتي هو كل اللي انا عشته زمان، عشته بكل تفصيله فيه. ولو حضرتك عايزه اختي تطلع مختلفه عني، انا جايه لحضرتك من المستقبل وبقول لك هي تبقى نسخه مني، شخص ما عندوش استعداد ان هو يتكلم ولا يتسمع ولا يسمع ولا قادر يتعاطف مع اي حد، لان عمر ما شاف حد بيتعاطف معاه. ولو حضرتك فقدتي الامل فيا وشايفاني شخصيه بارده وما عنديش دم ومش بحس باي حاجه بتحصل حواليا، الامل في اختي. بس افتكري ان احنا مجرد نتاج لكل المشاعر اللي بناخدها منكم.